أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو بسم الله وصلى على النبي. في الفيديو ده يا شباب هنتكلم على ال variables. طيب إيه هي ال variables؟ تعال أشرح لك في مثال. ال variable يا شباب أو المتغير هو عبارة عن صندوق، تمام؟ الصندوق دوت بحط فيه القيمة اللي أنا عايزها. فمثلا أنا عايز أحط قيمة جوه الصندوق دوت اللي هي اسمي عبده مثلا، تمام؟ جيت قلت لك استدعي لي الصندوق دوت، هتستدعيه هنا وهتستدعيه هنا وهتستدعيه هنا. القيمة اللي جوه الصندوق إيه؟ القيمة اللي جواه عبده. فدلوقتي أعتبر إن ده الصندوق الرئيسي وأنا استدعيته في أكتر من مكان، فأكيد الصندوق الصغير دوت اللي بياخد قيمته من الصندوق الرئيسي أكيد كلهم قيمتهم إيه؟ قيمتهم عبده عبده عبده، تمام؟ فأنا جيت قلت لك غير الاسم دوت عبده وخليه أحمد، فأنت هتيجي تشيل عبده دوت وهتكتب إيه؟ هتكتب أحمد، تمام؟ القيمة بتاعت الصندوق الصغيرة ديت هل قيمتها هتفضل عبده ولا قيمتها هتفضل أحمد؟ قيمتها أكيد هتتغير لأحمد. ليه؟ لأن هي بتاخد قيمتها من الصندوق الكبير. فلما أنت غيرت كلمة عبده وخليتها أحمد فالصندوق الصغير دوت هيبقى هنا إيه؟ هيبقى هنا أحمد وهنا أحمد وهنا أحمد. طيب خلينا واحد رخم قلت لك تعالى غير لي أحمد وخليه مجدي مثلا، هتقول لي عادي سهلة وبسيطة، ده أنا هعملها مرة واحدة بس، هروح على أحمد هشيلها وهكتب إيه؟ هكتب مجدي. فالقيمة بتاعت الصناديق الصغيرة هتتحول لمجدي مجدي. ليه؟ لأن هي بتاخد قيمتها من الصندوق الكبير. فتعالى بقى في ال VS Code هكتب لك مثال قبل ما نستخدم ال variables وبعد ما نستخدم ال variables ونشوف الفرق والوقت اللي هتوفره لنا ال variables ديت. فمثلا دلوقتي أنا جيت عملت print statement فيها مثلا print my name is عبد الرحمن، تمام؟ وبرنت statement تانية فيها ال age بتاعي my age is 22. وبرنت ستيتمنت تالتة فيها إيه؟ I love coding مثلا، أي حاجة. فإحنا يا شباب دلوقتي عندنا تلاتة برنت ستيتمنت، واحدة بتطبع الاسم، واحدة بتطبع العمر، واحدة بتطبع إيه؟ I love coding. فجيت لو عملت run هيطبع لي إيه؟ هيطبع لي التلاتة برنت ستيتمنت اللي أنا كتبتهم. فأنا جيت قلت لك هات لي التلاتة دول واطبعهم لي كام مرة؟ اطبعهم لي 5 مرات، تمام؟ وعملت لك run وهيطبع إيه؟ هيطبع التلاتة برنت ستيتمنت دول اللي أنا خليتهم 5 وهيطبعهم لي 5 مرات. طيب خليني دلوقتي واحد رخم قلت لك غير لي الاسم في كل أمر طباعة فيه اسم. طب أنت تغير الاسم تخليه إيه؟ أنا عايزه أحمد، أنت هتيجي هنا تكتب إيه؟ أحمد، هتروح تاخد ديكوبي تحط هنا أحمد هنا أحمد هنا أحمد هنا أحمد. شايفين الأمر ممل إزاي؟ طيب خليني أرخم أكتر قلت لك غير لي الإيدج خليه مثلا 10، فأنت هتيجي هنا على كل أمر طباعة فيه إيدج هتخلي إيه؟ 10، تخلي ده 10 تخلي ده 10 تخلي ده 10. بعد كده عملت رن فنروح نشوف البرنت ستيتمنت قالت لنا إيه؟ أحمد وعشرة أحمد وعشرة. عمل برنت ستيتمنت لكل الأمر اللي إحنا عملناه هنا. فيا شباب زي ما أنتوا لاحظتوا إن إحنا عندنا إن الاسم عندنا متغير والعمر عندنا متغير. طيب أنا ليه أحط هنا الاسم وأروح أغيره في كل مرة فيها برنت ستيتمنت للاسم، أو الإيدج أروح أغيره في كل برنت ستيتمنت للإيدج؟ طب ما نرجع للمثال هنا. أنا قلت لك إن إحنا بنحطه في صندوق مثلا وأغير القيمة بتاعت الصندوق ديت كل مرة أستدعي فيها القيمة ديت هيتغير معايا. فتعالى نعمل الحوار ده. أنا أقول لك أنا هعمل إيه؟ string مثلا النيم وأديله قيمة أخليها عبده، تمام؟ أحط السيميكولون بتاعتي وهعمل string تاني الage وأحط قيمة ليه أخليه 22. ورحت استدعيت النيم دوت في كل أمر اتباع في إيه؟ في نيم. فتعالى هنا أحط هنا كده. طبعا يا شباب لما أنت تيجي تستدعي متغير
جوه نص لازم تحط قبله إيه؟ علامة الدولار ساين عشان يظهر معاك. فأنا دلوقتي هاخد ديت كلها كوبي كده وأحطها هنا وأحطها هنا وهنا، وهاخد الإيدج دوت برضه أكرر نفس الحوار. أدي الإيدج، هعمل هنا كده الإيدج، هنا الإيدج، هنا الإيدج، هنا الإيدج، هنا الإيدج، وجيت عملت رن. هتلاقي في حاجة اتغيرت، هتلاقي كلمة عبده 22. طيب نرجع بقى للمثال. أنا قلت لك غير لي عبده ديت وخليها لي أحمد. هل بقى تروح تقعد هنا تكتب أحمد 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 أحمد؟ لا يا عم، أنا هعمل مرة واحدة بس، أروح على عبده كده وهكتب إيه؟ هكتب أحمد. قلت له غير لي العمر خليه لي مثلا 10، وعملت سيف وعملت رن. فزي ما انتوا شايفين يا شباب عمل برنت الأحمد 10، برنت أحمد 10، مع إني ما رحتش مثلا غيرت هنا خليته أحمد هنا أحمد، لأ، ده أنا بس رحت شلت أحمد ديت خليتها مثلا عبده، عملت رن غيرها لي. فانتوا ملاحظين قد إيه الفاريبلز مهمة لينا، وطبعا الفاريبلز من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تفهمها. كده يكون الفيديو ده خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. مع السلامة.